السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. بس فيديو النهاردة ملوش علاقة بالساينس، دي قصة عن تاريخ محفور في وجداننا وفي وجدان أولادنا، ويا رب تبقى نهايته زي نهاية القصة النهاردة عن أرض الزيتون. في يوم من الأيام، مش في قديم الزمان، كان بيعيش ولد وبنت جمال اسمهم زين وبيان مع جدهم عم إسماعيل. كانوا بيعيشوا في أرض واسعة خضرا مليانة بشجر الزيتون، الطيور فيها بتطير في كل مكان. كانوا حاسين بالأمان، أهاليهم دايما كانوا بيسيبوهم يلعبوا في الشارع من كتر ما كان فيه أمان. كان عندهم أحلام وطموحات شبه أحلام أولادنا كده بالظبط. يعني مثلا زين كان نفسه يكون دكتور، وبيان كان نفسها تكون رسامة شبه أحلام أولادنا صح. في يوم من الأيام وهما بيلعبوا جالهم الغرباء، ناس غريبة شكلهم غريب، مكانش باين ان هما محتاجين مساعدة، كان باين ان هما ناويين نية مش كويسة ليهم. وقالولهم الأرض دي بتاعتنا. زين وبيان كانوا بيشوفوا جدهم وهو بيزرع الأشجار، كانوا بيشوفوا أهلهم وهما بيبنوا البيوت، عشان كده مصدقهمش. ولما مصدقهمش ابتدوا ان هما يشعلوا نيران في كل مكان. انتوا ازاي ما تصدقوناش؟ ابتدوا ان هما يقطعوا أشجار الزيتون اللي كانت مزينة الأرض دي. مش دي لو كانت أرضهم كانوا خافوا عليها، ما كانوش بوظوها كده. زين وبيان اتحرموا من أبسط حقوقهم، اتحرموا من الأكل، اتحرموا من المية، اتحرموا من مكان يقويهم، أبسط حقوق الإنسان، أي إنسان. جدهم قالهم ما تفقدوش الأمل، الأمل فيكم انتم. كل لما هم يقطعوا شجرة ازرعوا انتوا 10. الأوطان مش بالشجر ولا بالبيوت ولا بالأرض، الأوطان بأولادها. عشان كده أولادها مش ممكن يسيبوا أرضهم، لو سابوا أرضهم يبقى اتخلوا خلاص وما بقاش في وطن. وفعلا زين وبيان جمعوا أصحابهم من كل مكان، بدأوا إن هم يزرعوا شجر الزيتون. كل ما الأشرار يقطعوا شجرة هم يزرعوا 10. وفعلا شجر الزيتون ملا كل مكان، بقى أكتر من الأول. عشان كده لازم نستثمر في أولادنا، هما الأمل. لازم نفكرهم دايما بقضيتنا، قضية أرض الزيتون. توتة توتة، يا رب الحقيقة تبقى شبه نهاية الحدوتة. مع السلامة.